السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو هيهم كل مربين الحمام وكل مربين الطيور إن شاء الله. الفيديو النهاردة مهم جدا جدا يا جماعة لأي حد بيعاني من الأمراض التنفسية مع الحمام والأمراض المعوية. إن شاء الله بعد الفيديو ده مش هيعاني من أي أمراض بإذن الله، لأن العشبة اللي معانا النهاردة قوية جدا جدا، مضاد فيروسي ومضاد بكتيري قوي جدا. بسم الله ما شاء الله، مفيدة جدا لجميع الطيور ولجميع الحيوانات عادي، يعني لو تقدموها للطيور والحيوانات مفيش أي مشكلة. العشبة اللي معانا رخيصة جدا جدا وسعرها زهيد جدا، مش هتتكلفوا أي حاجة ولا هتشتروا أي حاجة من بره، كلنا بنستعملها في بيوتنا، مفيش حد ما بيستعملهاش، كل الناس بتستعملها، وهي مفيدة جدا جدا، غنية بفيتامين سي، بتقضي على نوبات البرد وآلام الحلق وعلى أي أمراض معوية وأي أمراض تنفسية بإذن الله. بتساعد الحمامة على التنفس، وبتساعد الحمامة إن هي صحتها تكون ممتازة من ناحية التنفس ومن ناحية أمعائها. بسم الله ما شاء الله، هتلاقوا ان الحمامة صحتها بقت احسن من الاول وعندها نشاط وعندها حيوية. والعشبة اللي معانا النهاردة برضو بتنظم الهرمونات، بتساعد على الانتاج. لو حمامة عندها دهون ولا حاجة او بقالها فترة مش بتبيض، هي بتنزل الدهون الزايدة وبتنظف امعاء الحمامة وبتنظف كبد وكلى الحمامة من اي شوائب ومن اي حاجة موجودة فيها، لان طبعا كلنا ممكن نتعرض لسموم فطرية الحمام ياكلها مع الكلفة. فاحنا في غنى عن ده كله ان احنا نقدم العشبة دي للحمام اللي موجود عندنا، وان شاء الله تدعولي عليها لانها رخيصة وسعرها بسيط جدا جدا، مش هتتكلفوا اي شيء. العشبة اللي معانا النهاردة رخيصة وتمنها زهيد والله يا جماعة، يعني بجنيه واحد هتنقذوا الحمام من اي امراض ان شاء الله، وكله باذن الله. زي ما انتم شايفين كده الحمام ابتدى ياخد العيون ويرقد، بسم الله ما شاء الله، كل جوز واخد عين، بس طبعا في حاجات بتاكل تحت. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، ده بفضل العناية وبفضل الوصفات والخلطات اللي انا بقدمها للحمام. قولوا اللهم بارك يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل ده بفضل العناية يا جماعة وبفضل الاهتمام، طبعا كلفة نظيفة ومية نظيفة، والوصفات والخلطات اللي احنا بنقدمها وقاية وعلاج طبعا من اي امراض ان شاء الله. احنا بنقدم وبنقول بسم الله ونتوكل على الله، وربنا يكرمنا جميعا في حاجتنا. كل واحد بتصعب عليه حاجته، بتبقى عايز يشوفها في احسن حال لانه بيصرف عليها، زي ما انتوا طبعا عارفين ان الكلفة غالية، فكله عايز يشوف انتاج وكله عايز يشوف خير. زي ما انتوا شايفين كده كل جوز واخد له عين، في جواز بيضة وفي جواز هتبيض، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ربنا يزيدكم جميعا ويرزقكم جميعا من حيث لا تحتسبوا. العشبة يا جماعة اللي معانا النهاردة هنمسكها نغليها وهنقدمها للحمام، وهنحط معاها اضافة من عندي برضو. الاضافة التانية هي مضاد فيروسي وبكتيري برضو، وبتساعد الحمام على التنفس وبتقيها من الامراض التنفسية والامراض المعوية. هي مضاد فيروسي وقوي جدا على الحمام وللبني ادمين وللحيوانات ولأي حاجة انتوا عندكم بتربوها. قدموا العشبة ديت واضيفوا معاها الاضافة اللي انا ضفتها وهتدعولي ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده كل حمامة وكل جوز واخد له عين، اللي بيبيض واللي باض خلاص واللي لسه هيبيض، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كل ده بفضل العناية وفضل الاهتمام والنظافة في المكان يا جماعة، اهم شيء النظافة في المكان. انا لسه منظفة من شوية الحجرة بتاعت الحمام، وابتديت بقى ان انا احط لهم الوصفة اللي انا عاملاها والاكل
علشان ياكلوا على نظافة. الحمامة دي بسم الله ما شاء الله حنينة جدا، مهما نحركها من مكانها بسم الله ما شاء الله، اودي السبت يمين اودي السبت شمال زي ما هي كده. يعني في حمام بيبقى كده ما بيرضاش يقوم من مكانه خالص، وفي حمام اول ما يشوفك يروح طاير على طول من المكان ويسيب البيض. العشبة اللي معانا اهي هي ورق اللورة او ورق الغار او ورق الرند، غنية جدا بفيتامين سي ومضادات اكسدة، وبتنظم الهرمونات في جسم الحمام، تساعد على الانتاج. زي ما انتم شايفين كده، اول ما المية غليت انا سقطتها في المية، ولما تغلي معانا هحط معاها معلقة قرنفل زي ما انتم شايفين كده اهي. معلقة القرنفل اللي انتم زي شايفينها دي هسيبها تغلي معاها برضو شوية، وبعد ما تغلي اروح طافية عليها وسايباها متغطية علشان الزيوت الطيارة ما تروحش منها. طبعا انا كنت بخليها تغلي على نار هادية ومتغطية علشان الزيوت الطيارة اللي فيها ما تطلعش بره. زي ما انتم شايفين كده القرنفل مضاد فيروسي وبكتيري قوي جدا، بيقي الحمام من اي امراض يا جماعة. فانتوا هتقدموها وهتدعولي والله على الوصفة ديت، لانها بسم الله ما شاء الله هتخلي الحمام ما عندوش كحة ولا عنده تنفسي ولا عنده اي امراض معوية ان شاء الله، لانها بتقضي على الفيروسات وعلى البكتيريا الضارة. هي ورق الغار او ورق اللورة. ورق اللورة ده يا جماعة رخيص، سعره زهيد جدا جدا، يعني هنقول يعني بجنيه هيكفيكي 3 ايام، بجنيه بجنيه، ايوه بجنيه هيكفي 3 ايام. تاخدوا منه كده كل يوم شوية وتغلوهم وتحطوهم في المية للحمام زي ما انتوا شفتوا كده. انا بحطه في اول الفيديو ازاي بتبقى المسقة تلتين، والمغلي مغلي الاعشاب بتحطوا تلت الباقي يعني، وتقدموها للحمام بالهنا والشفا ان شاء الله، وهتشوفوا خير كتير وانتاج غزير باذن الله بفضل العشبتين دولت، لان هما بيساعدوا الحمام على القضاء على الفيروسات وعلى البكتيريا الضارة، وان هي صحته تكون ممتازة، وبيزود الانتاج في المكان. كمان القرنفل يا جماعة بيساعد على الانتاج، وبيساعد ان البيضة ما تكونش رايقة عند الحمام، يعني ليه خواص كتيرة غير ان هو مضاد فيروسي وبكتيري، ان هو برضو بيساعد على الانتاج. وبرضو ورق اللورة بيساعد على الانتاج، ورق اللورة اللي هو ورق الغار وورق الرند، في ناس بتقول عليه ورق غار وفي ناس بتقول عليه ورق رند. في ناس بيبقى عندها اخضر، يا حبذا لو اخضر، الاخضر بيبقى كله زيوت طيارة. الناشف هو ده المتاح عندنا وموجود عند كل العطارين. ورق اللورة سعره رخيص جدا جدا، وكمان القرنفل لو جبته ب10 جنيه خليتوه عندكم في البيت، هتقدموا منه مثلا كل يوم معلقة لمدة 4 ايام فقط. 4 ايام كوقاية و4 ايام كعلاج. لو عندكم حاجة في المكان تبتدوا ان انتوا تحطوه وهتدعولي عليه ان شاء الله. بيساعد على تخفيف الام الحلق بالنسبة للطيور، بالنسبة للبني ادمين، وبيعالج التهابات الحلق. ورق اللورة وكمان القرنفل مع يعني لما تحطوهم مع بعض بتزيد الفايدة ان شاء الله. ولو الحمام عنده بلغم او حاجة على صدره بيكح مثلا، مش هتلاقوا الحاجة دي عند الحمام ان شاء الله، وهتلاقوا خير كتير وانتاج وفير في المكان. وريت الفيديو النهاردة يكون فاتكم، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.